السرقة عند الأطفال واحدة من أكتر الحاجات اللي بتخوف أي أب وأم، لكن الحقيقة مش كل طفل بياخد حاجة يبقى عنده مشكلة أخلاقية. خلينا نفهم الموضوع بشكل أعمق. ببساطة، السرقة هي إن الطفل ياخد حاجة مش بتاعته من غير إذن، وغالباً السلوك ده بيظهر من سن 4 ل 8 سنين. لكن مهم نعرف إن قبل سن 5 سنين الطفل ممكن ياخد الحاجة وهو مش فاهم أصلاً إن ده غلط. عشان كده الفهم أهم من الحكم. طيب، ليه الطفل يعمل كده؟ أول سبب أسلوب التربية، يا إما تدليل زيادة يا إما قسوة زيادة، وفي الحالتين الطفل بيتلخبط وما يتعلمش الحدود صح. سبب تاني، الإحساس بالحرمان، سواء حرمان مادي أو عاطفي، فبياخد الحاجة عشان يعوض النقص. كمان الغيرة، لما يشوف غيره عنده حاجة وهو لأ، ممكن يحاول ياخدها. وفي أطفال بتعمل كده عشان تتباهى قدام أصحابها أو تحس إنها مميزة. وأحياناً الخوف من العقاب يخلي الطفل يخبي الحقيقة ويكرر السلوك. وكمان القدوة السيئة، سواء من أصحاب أو حتى من الكبار، الطفل بيقلد من غير ما يفكر. طيب نعمل إيه؟ أولاً، نعلم الطفل يعني إيه أمانة بطريقة بسيطة ومن غير تخويف. ثانياً، نكون متوازنين، لا قسوة ولا تدليل زيادة. ثالثاً، نحترم حاجته وممتلكاته عشان يتعلم يحترم غيره. ورابعاً، نهتم بيه مش بس بالأكل والشرب، لكن كمان بالاهتمام والحب. ولو المشكلة حصلت فعلاً، ما نهربش منها ولا نكبرها. نتكلم مع الطفل بهدوء ونفهمه ليه السلوك ده غلط، من غير ما نكسفه أو نوصفه إنه حرامي، لأن الوصف ده ممكن يثبت السلوك. كمان مهم جداً ما نضغطش عليه يعترف عشان ما يتحولش الموضوع لكذب، وفي نفس الوقت نكون حازمين لو السلوك اتكرر. وأخيراً، نختار له قدوة كويسة ونبعده عن أي محتوى بيظهر الغلط بشكل جذاب، لأن الطفل في السن ده بيدور على حد يقلده. وفي النهاية المشكلة ليها حل، لكن أهم خطوة إننا نفهم قبل ما نحكم.